هقول لك النهارده على مقال انا قريته وقلت لازم اقول لك عليه. المقال بيتكلم على ان لابد ان يتضمن فطارك بيضة مسلوقة كل يوم. يعني هل البيضة المسلوقة دي تكفيك؟ ايوه، وفيها معادن كثيرة جدا ومفيدة، لان فيها مجموعة فيتامينات مثل فيتامين بي 12 وفيتامين د وفيتامين اي، بالاضافة طبعا الى معادن زي الحديد والزنك. بيقول لك ان بيضة واحدة مسلوقة بتمد الجسم بقدر جيد من هذه العناصر، وايضا بتحافظ على الاحساس بالشبع. فالبروتين الموجود في البيض بيساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، يعني هيخليك قاعد شبعان لحد ما تأتي موعد فترة الوجبة القادمة. طب هل بيضة واحدة كافية؟ الأطباء قالوا وخيار صحيح، بس طبعا بينصحوا بإضافة مكونات أخرى مع الفطار. لو بيضة واحدة مسلوقة، قطعة من الخبز من الحبوب الكاملة، أو كوب لبن أو زبادي، لضمان تنوع العناصر الغذائية. طب والدهون بقى الضارة والدهون النافعة؟ قال لك لا، أثبتت الدراسات الحديثة إن تناول البيض باعتدال لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. الخلاصة إنك تتناول بيضة واحدة مسلوقة على الفطار يعد خيارا صحيا ومغذيا، خاصة إذا تم دمجها مع عناصر غذائية أخرى. والأهم مرة ثانية التوازن والتنوع في النظام الغذائي اليومي. أما بقرأ حاجة وبلاقيها مفيدة وأنت صديقي بقول لك عليها، ولهذا حبيت أنبهك إن أهمية بيضة واحدة مسلوقة في فطارك كل يوم. تحياتي وشكرا.